هو ليه الطيارات ما بتمشيش ببنزين أو سولار؟ بص يا سيدي، موتور الطيارة متدلع جدا ومش بيقبل أي نوع وقود كده وخلاص. الطيارة وهي ماشية فوق، الجو فوق ممكن يوصل لدرجة حرارة حوالي ناقص 56 درجة مئوية. في البرد ده الوقود مش بس لازم يولع، ده لازم كمان يفضل سائل وما يتجمدش. لو بدأ يتجمد أو يسد مواسير الوقود، الموتور ممكن يطفي فجأة والطيارة تقع. السولار بقى عنده المشكلة العكسية، لما الجو يبرد جامد بيبقى تقيل كده ويتحول لعجينة، فالموتور ما يعرفش يضخ ولا حتى يشغل الطيارة. عشان كده الطيارات بتستخدم نوع وقود اسمه كيروسين، دي حاجة كده في النص بين البنزين والسولار، ما بيتبخرش بسرعة زي البنزين ولا بيجمد بسهولة زي السولار. يعني الموازنة دي بتخلي الطيارات تطير بالساعات في الجو البارد من غير ما نظام الوقود يتسد ولا يحصل أي مشكلة. بس المفاجأة بقى، جالون وقود الطيارة أغلى بكتير من بنزين العربيات. تفتكر لو شركات الطيران قدرت تستخدم وقود أرخص، هل سعر التذكرة ممكن يقل فعلا؟ وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر مزيد. شكرا.